أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل سمعت يا تارك الصلوات؟ هل سمعت يا صاحب الأغاني؟ هل سمعت يا صاحب الدخان؟ هل سمعت يا صاحب السفرات؟ تب إلى الله الليلة قبل أن تهلك الأمم بسبب ذنوبك، وتوبي إلى الله يا أمة الله. واصل الله في النداء فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فإذا جاء العذاب وما تاب شو يصير؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال قتادة: ويحه ما كفاه ترك الطاعة إلا أنه سخر بأهل الطاعة، جمع بين ترك الطاعة والسخرية بأهل الطاعة وإن كنت لمن الساخرين. وهذا حال كثير من الناس، لا يريد أن يتوب ويسخر بأهل الاستقامة والصلاح، فوالله سيتحسر ويندم يوم القيامة: يا حسرته على ما فرطت في جنب الله. والله سيتحسر على ساعة ما هو عصى الله فيها، ما ذكر الله فيها، كما ورد في الأثر: حتى أهل الجنة يتحسرون على ساعة ما ذكروا الله فيها لما يرون أصحاب الدرجات العلى. فما ظنك بأصحاب الخطايا؟ أهل الجنة يتحسرون، فما ظنك بأهل النار الذين أذنبوا وأخطأوا وأسرفوا في حق الجبار؟ يا حسرتا على نغمة موسيقى في الجوال ما مسحته ربما اشتغلت والناس يصلون في بيت بيوته، وكم سمع الإمام يتحدث، وكم سمع الخطيب، وكم سمع الوعاظ والنصاح ولافتات عند المسجد، وما بال وما استحى وما رعوى. لماذا؟ أهي جرأة على الجبار؟ فوالله الذي لا إله غيره سيتحسر، وتتحسر هي على قطرة عطر رشتها على ثيابها فشمها الرجال لأنها زانية كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بلثام فاضح، وما ظنك بعباءة مخصرة، وما ظنك بقلة حياء وغيره ممن يعرفونه وتعرفونه. والله سيتحسر هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله، لأن الله فتح أبوابه وناداهم يريد أن يغفر لهم، يريد لهم الجنة، فما قبلوا هذا العرض، ما قبلوا هذا العرض. ناداهم نداء الرحمة فسوفوا، قال بكرة وبعدين بنتوب، وإذا كبرنا وإذا تزوجنا، وعلى حين غره أتاه العذاب فقطعه من الدنيا. قال جل وعلا: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يقول لو أن الله هداني، هذا المسرف الذي ما قبل العرض وما تاب، يقول لو أن الله هداني في الدنيا كان تبت. هذه حجته، وهذه حجة كثير من الناس اليوم. لماذا ابنك ما يصلي فلان؟ قال ما الله هداه، ادعوا له بالتوبة. لماذا تدخن؟ قال ما الله هداني، أسأل الله أن يهديني ويوفقني، ادعوا لي إني أبطل. سبحان الله، يحتجون بهذه الحجة وسيحتجون بها يوم القيامة، يقول ما الله هداني. قال الله عز وجل بعد آية تليها: قال بلى قد جاءتك آيات. بلى هداه، وكل شيء يفعل به في الأسباب إلا أمر الهداية، فعمله يقوم إليه صباحا باكرا، والطالب يقوم صباحا باكرا. لماذا؟ قال أريد الشهادة، أريد أن أتخرج، أريد أن أتوظف. ولماذا أنت تعمل؟ قال أريد الرزق، أريد أن أصرف على أولادي. طيب لماذا لا تقول الرزق لو أن الله كتبه سيأتي؟ إلا في أمر الهداية، كل شيء يعمل بالأسباب إلا أمر الهداية. ما الله هداني، إذا الله كاتب لي الهداية سأهتدي. ولا يقول إذا الله كاتب لي النجاح سأنجح، ما يحتاج أدرس. ولا يقول إذا الله كاتب لي الزواج سأتزوج، ما يحتاج أني أطلب. ولا يقول إذا الله كاتب لي الرزق سيأتيني، ما يحتاج أني أعمل وأقوم صباحا باكرا، إلا في أمر الهداية. ما الله هداني. وكذب والله. قال جل وعلا: أو تقول حين ترى العذاب لو أن
كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا، أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله. ستموت يا عبد الله، وإما جنة أو نار، إما أن تتوب فهنيئا لك، أو تعرض وتستكبر فأحسن الله عزاءك في نفسك. اللهم تب على التائبين. اللهم من عزم على التوبة هذه الليلة إلهنا كل فرح بغيرك زائل، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل. إلهنا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة، ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك. ما سجدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا حوائجنا.